بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. صلوا على نبينا محمد وآل محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. حبايب قلبي، شلونكم؟ شكو ماكو، مشتاق لكم يا أحلى وأجمل وأغلى متابعين على قلبي. إذا تتذكرون ببداية قناتي قلت لكم أول 3 أشهر من قناتي إيش أرباح تجي منكم راح نخرجها لوجه الله لفقراء من العراق. واليوم يا حبايب قلبي أحب أقول لكم من شيء أسبوع الحمد لله جاني رمز البين اللي من خلاله قدرت عاد أخذ أرباح على القناة. فالحمد لله من فضل الله خذينا يا جماعة الخير أرباح القناة، وأول 3 أشهر مثل ما وعدناكم راح نخرجهن لوجه الله. هذنهن طبعا القصد من ذلك قلنا لكم قبل ما هو عبارة عن رياء أو تصوير أو كذا، ولكن في ناس قالت لي إنه وين مو أساس وعدتنا بدك تطالع للفقراء وبدك تطالعهن ولسه ما طلعت وش صار معاك لحد الآن. الحمد لله المبلغ هذا هو صار بإيدنا، وحاليا عم أتواصل مع شخص هذا اسمه وهذا حسابه وتحبون تسألوه اسألوه. اسمه محمد الجادري من العراق من الكوت، ما أعرف شنو هي المحافظة قال لي اسمها. فعم أتواصل معاه مشان أبعث له المصاري. فاليوم إن شاء الله راح أبعث له إياهن، ومجرد ما يتم تصوير الفيديو راح أفرجيكم ايش صار بالمبلغ وين راح المبلغ. بقى حطوا بإيديكم وإجريكم مي باردة، وأخوكم غريب الدار ترى ما يخون الأمانة. حبايب قلبي، اليوم يا حبايب قلبي عندي عاد مقطع تجربة اجتماعية بعث لي اياها شخص مو كاتب لي اسمه، تجربة اجتماعية وكاتب لي ان شاء الله تعجبك. راح نطالع التجربة لانه التجربة بالفعل كويسة لانه وصلتني من عدد كبير منكم. خلونا نبلش. التجربة الاجتماعية هاي يا جماعة الخير عبارة عن طفل يروح على أهل المبسطية وعلى المحلات وعلى الدكاكين ويقول لهم أنا يتيم أبويا مستشهد وأريد من عندك شوية خضرة للبيت. فلنشوف ردة فعل العراقيين بارك الله بيهم. يلا خلينا نبلش. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا أبوي ميت وأريد من عندك أي شيء، وعايش بيتهم عين أمي وأنت ما تدري هاي الأوضاع مو زينة. أي شيء فعملي لك أمر بخدمتك صديق أمر بخدمتك يعني صدق كذب. هلا خليك دلل بصل وطماطة وفليفلة تدلل. لاحظوا بشغلة لاحظتها أنا يا جماعة الخير، ما قام ينقي التعبانات ويعطيهن، يشيل مشكل ملون ويحط له، ما نقى. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نشي اللي تحبه وجه السحارة. حبيبي شلون الصحة؟ هاي تجربة اجتماعية وديك الكاميرا حبينا نشوف إنسانيتكم. بالك تتجرب الا العراقيين يابا. عمي أنا أبوي ميت وعايشين بس أنا وخالتي تعبانة. أريد من عندك تفضل تعرف شوي الوضع تعبان. ما سمعت. تعال شنو؟ أريد من عندك الخبر. أنا بس أنا ما عايشين، أبوي ميت. شو عيوني؟ كل احنا بهذا، كل احنا اخوتك، كل احنا عمامك. شنو تريده جاهز اني، مسواق ومخضر واي شيء تريد انا حاضر. وبين يوم ويوم تجي تاخذ مسواق كامل مع العائله. هسه راح اخلي لك مسواق كامل من كل الانواع. يقول له شوفوا مع الكلام اللي قال له اياه، يقول له تشلى عيوني. ايش تريد؟ نحن كلياتنا اخوتك، نحن كلياتنا عمامك، نحن كلياتنا اهلك يابا. ايش ما يلزمك تشيل وتاخذ؟ يعني مو بس يطمنه لانه يتيم، نعطيك وكل يوم والثاني كل شويه كل وقت تجيني تاخذ. يا ويل قلبي اريد اعيد كلامه الذهب، اريد اعيد كلامه الذهب. كل احنا بهذا، كل احنا اخوتك، كل احنا عمامك. شنو تريده جاهز اني، مسواق ومخضر واي شيء تريد انا حاضر. وبين يوم ويوم تجي تاخذ مسواق كامل مع العائله. هسه راح اخلي لك مسواق كامل من كل الانواع. تعال. وش تريد؟ أنا كنت أشتغل بس هسه شوية حبة مسواق. وتجي تشتغل هنا يمي، وكل يوم بيومه تاخذ مسواق من عندي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على هذه الأخلاق. والله العظيم رجل هذا ب1000 رجل، والله رجل ب1000 رجل. والله العظيم تحية مني إلك وين ما كنت. الله يرزقك ويمدك بالخير الوافر. قولوا آمين يا جماعة الخير. طمنوا، نحن عمامك ونحن أهلك ونحن أخوتك. طمنوا لليتيم، ترى المسح على رأس اليتيم صدقة. ويقول له كل كم يوم تجي تاخذ من عندي
ويقول له هذا، يقول له والله كنت يعني مشتغل بس يعني ما ظل شغل، حضرت جوالي. يقول له تجي تشتغل زاد هنا شغلك مأمن. هذا بده عامل ما بده عامل. ولكن شنو هذا؟ عراقي. عراقي هذا. كل يوم يومين تجي تاخذ مسواق من عندي جاهز وكامل. عليكم السلام. بعد عني. اهلا وسهلا. يا مرحبا. بعد هاي تجربة اجتماعية وذيك الكاميرا وهاي حالة إنسانية. خادم 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 والله خادم يترافع رجليكم يا حبايب. بالطريق جاي يوزعها من يوم نجمع بياناتنا منطقة السوق المخبر ومنطقة الشارع العام، نجمع يومية 100 سلة غذائية نوزع للأيتام والمساكين والفقراء، وأربعة وخميس نوزع للسادة فقط، باقي الأيام نوزع للعوام كلهم. هذا الرجل يعني إذا أكتفي بالحلقة لهنا كافي. هذا الرجل لحاله جمع لي أخلاق العراقيين كلياتها بكلامه. لسه فوق إنه بده يساعد الطفل، يقولهم نحن كل كم يوم زاد نسوي مساعدات ونجمع ونوزع للفقراء والمساكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هاي العبادة، هاي عبادة. فرجوا جاء على سوق على محل لحمة عاد. هم عايشين بس انا وهم اريد من عندك بس لحم. لا ابن انت. انا ابن احمد ابو الميت. ايه بالخير والدلع. مشكور. ايش وقت ما كان تحتاج مسواك لحم اي شيء تعال عليه ما يكون خاطرك طيب. بالخير والدلع. شو تريد هسه لحمه؟ وين اودي حالي يا جماعة الخير؟ وين اودي حالي؟ ما قال له انت فقير جاي تدور لحمه؟ انت فقير روح دور خضره. تدلل. شو وقت تريد تجي على محلي تاخذ. والله ما هي مقاطع عاديه، والله العظيم هاي المقاطع لازم تدرس بالمدارس، لازم تدرس بالمدارس. هاي المقاطع لازم نجيبها نشغلها بالمدرسه ونعلم الاجيال شلون طريقه التعامل. بالخير والدلع يا عيني. اجوا خريج اجوا حط له لحمه اللحمه غاليه وتعرفون بيش اللحمه. وحط له دهنه وقطع له كميه كويسه يعني. السلام عليكم. السلام. تجربة اجتماعية وديش الكاميرا وحبينا نشوف إنسانيتكم بعد قبل ما قصرتم. رحم الله والديك والله كفيتوا ووفيتوا. العراقيين شوف لهم كل شيء بس عندهم غيره. مين جاي تختبر انت يابا؟ مين جاي تختبر؟ جاي تختبر العراقيين؟ والعالم صدق حصل عليها يعني اللقمة. لا تروح الوادي ما تدير بال. كفوا من عندكم والله ما قصرتوا. الله. ما يكون خاطركم الا طيب ولا تحية لصاحب التجربة. نهائيا هاي العوائل كرار ثائر لازم اسمه. نداريها ونعطيها ونكون ممنونين. وهاي مال المتبرعين مال العوائل المتبرعه مال فلاح. شوفوا الغير العراقية شوف. فلاح شايفين داكم ايش بيعندوا بالمحل؟ الولاد هم انا بدي اوزعها لي اليتامى متبرعين عراقيين زاد لحمه جامعينها حاطينها عنده او هو اللي ذابحن ما اعرف شو مسوي. المهم مجهزينها اللي يوزعونها للفقراء. لا حبيبي. عمي وانا ابوي ميت وعايشين بس انا وامي. اريد من عندك مسواق. انا كنت اشتغل بس هسه هذا تعبان. خدمتك يا حبيبي صح. بخدمتك يا حبيبي، بخدمتك يا قلبي. فواكه على مخضر. فواكه مخضر. بالعاده الفقير يعني ما يقول له اعطيك فواكه، يعني اعطيك خضره، اعطيك اللوازم. بس هذا يشيل ويشكل له خضره. كيوي. هاي كيوي فواكه. هاك يابا عراقي. كفوا من عندك ما قصرت. هنا جاء على مجموعة شباب. شوفوا عم انا محتاج فلوس ودشتوها على ابوي ميت. هذا الشخص هنا قال له انتم بليتونا بلوى، يعني كثرانين جايين تطلبون. هذا الشخص هيش طلع معه. شوف عاد بحوالي مين؟ بحوالي عراقيين. كده تجي شنو هاي؟ اسمع والله اعلم هذاك مع صاحب التجربه. تفرج هذا وش سوى. شوف شلون ضاجم عليهم هذول اثنين. والله اعلم يمكن مع صاحب التجربه، ماني متاكد. بس شوف شلون ضاجم عليهم. جم شلون احسبوا هذا بقد بزرق قد ابنك يعني.
وانت اللي ميت، هيش تحكي وياه؟ شوف يعني انت ميت، هاي يوميه باش يعني ميت يعني هذول مع التجربه، لانه يقولوا له هذه يوميه يجي. هاك لمونه ضحك، هاك من هين كلها عطته. شاك عمي. هلا حبيبي عمو. انا ابوي شهيد وقاعدين بس احنا وما عندنا لقمه ناكلها، ارجع من عندك وديتهم. بس حبيبي انا ما عندي على قياسك. يريد لبسه، يقول له بس حبيبي ما عندي على قياسك. منا بس زين اعطيك فلوس تشتري الملابس ذيك؟ يلا ماشي. ما عندي اعطيك اياه على قياسك، بس ما اردك اعطيك فلوس تشتري من غيري. هاي عاش اشتري لك ملابس. السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي. هاي تجربة اجتماعية وحبينا نشوف حالتك الإنسانية وكفو من العراقيين احب اوصيكم يعني عندكم البوس كثير يعني تحبون الالفه، حاليا خففوا البوس شويه يا جماعه الخير، خففوا ما السلام زاد يومين بعيد. ما قصر حبيبي بعد قلبي، انتم العراقيين والله مشهودة لكم، حياتك تسلم بعد بشر كامل حبيبي بعد قلبي. فعلا كان قاعد دكان سمعنا. السلام عليكم عمي. اريد نعدك معدون، انا ابوي ميت وعايشين بس انا وامي وخالتي تعبانه، حصل على لقمه الخبز. خذ انت ايش تامر عمي؟ شو بس معدون اريد نعدك. بس معجونه؟ ايه تعرف شوي الوضع تعبان وخالتي تعبانه. خدمتك عمي، والله مو غريبه عليكم، لا والله مو غريبه عليكم يا العراقيين. شوف جاب له دبس بندوره المعجونه وزيت. بعد روح عشان اموت. الله يسلمك. تجربة اجتماعية هاي بس كاملة وهي حالة إنسانية بعد قلبه ما قصرت على راسي. والله التجربات ما تنجح بالعراق يا يابا، العراقيين ما تقدر تختبرهم. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام. عمو انا ابوي ميت وعثر على اللقمه ناكل احنا. يا ويل قلبي. عاشه واحد عاشي بس احنا وامي. ممكن تدلل بالخدمه، انا شو تريد بخدمتك؟ تدلل عين. يتكلم مع طفل كلام رجال، تدلل عيني، شو تريد اني بخدمتك؟ يتكلم مع طفل هذا الكلام، يكفي الكلام هذا شو يكفي. تريد مصرف؟ تعال مر علينا بخدمتك. شو تريد؟ مصاري، فلوس، خضره، نحن بخدمتك. هذا اللي يبغي وجه الله، هذا اللي يدور على وجه الله. تعال اعطيك النوب شغلك، تعال. ليش هالحكي موجود بالعراق بكثرة؟ بس ليش؟ عمي اريد من عندك مسواك، انا ابوي ميت عايشين بس انا وامي حصل علينا اللقمه. صار خدمتك شو تريد اعطيك؟ صار بخدمتك شو تريد؟ تعرف شوي الحاله تعبانه وحضرت جوار. صار خدمتك شو تريد انا اعطيك؟ ويمتى ما تحتاج تعال. رحم الله عليك. هسه اعبي لك. مش تحتاج تعال لي جاي سمعت؟ والله يا حبايب قلبي يعني اكثر ما يزعلني يا حبايب قلبي انه لما اشوف هيك اخلاق تكاد هذه الاخلاق تنفقد بصراحه من كوكب الارض، تكاد تنفقد، كل مالها عم تقل. فاني احب اظهرها، احب بلشي حدا يشوفه يتاثر، بلشي حدا يشوفه يغير نظرته، يغير تفكيره شويه. طفل شوف العراقيين شلون يحكون معك كانه رجل، يسلمون عليه كانه رجل، ويواسونه بكلامهم الحلو ويعطونه ويقولوا له تعال غير مرة خذ. أني وين أودي حالي؟ بهاي التجربة كلها شخص واحد يعني فشل بالامتحان، يعني أقدر أقول يعني، وما حبيت أظهره بالفيديو مشان ما يعتبروا مني إني عم أقرع بيه، ولكن أحب أقول له إنه هاي مي أخلاق العراقيين ما يردون السائل لو كان غني وسألهم ما يردونه. بارك الله بكم، أتمنى منكم تساعدونا مثل ما عودتونا على نشر هذا المقطع، خلي العالم تشوف شلون الإنسان يتعامل مع الإنسان،
شلون نتعامل مع الأيتام، شلون نتعامل مع الفقراء. وأشكركم على المتابعة، ولا تنسونا من اللايك على المقطع تساعدونا بنشر المقطع. ويا حبايب قلبي زاد بشغلة، كثير منكم عم يشاهدونا وما هم مشتركين بالقناة، يعني نسبة المو مشتركين نسبة كبيرة، فأتمنى من كل واحد عم يشاهد المقطع بس يضغط على زر اشتراك وزر تفعيل الجرس. بارك الله بكم مشان يصلوا كل شيء جديد نقدمه. وأشكركم حبايب قلبي يا أهل الغيرة. السلام عليكم.